السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا ومرحب بكم فيديو جديد معاكم النهاردة كده من عند الفراخ والبط. أنا كنت عملت لكم فيديو كده وبحاول أمشي معاكم في الدورة كل كام يوم كده عشان الناس تتابع معايا أول بأول اللي أنا بعمله. دي كده يا جماعة بيضة، أنا بحط كل يومين 3 بيضة أو 2 على الأكل بتاع البط كده وبتاع الفراخ. زي ما انتوا شايفين انا عندي الفراخ الساسو ديت كده. هي خليط يا جماعه، واللي شايفين الكتكوت الصغنون قوي ده كده طالع لي من عند الحمام. انا مش هعرف اكمل منهم كده الفيديو. دي بيضه كده يا جماعه، انا بضيفها بحطها على النار حوالي دقيقه ونص، وبرجع بعد كده بردها في ميه. ما بينفعش اضيفها كده على العلف من غير ما اكون عرضتها كده لدرجه حراره عاليه عشان ما تصيبش فراخي ولا البط اللي معايا بالسلمونيلا. زي ما انتوا شايفين كده انا ببتدي اوريكم بس كده. شايفين اهو بفتفتها بقشرها بحالها كده، بتديهم نسبه بروتين عاليه. انا علي كده نسبه البروتين في الاكل يا جماعه، مغذيه جدا جدا جدا. والدليل على كده ان الرومي اول ما بيخرج احنا بنقعد لمده اسبوع او 10 ايام بناكله بيض على جبنه. انا لو متوفر عندي جبنه اللي هي الجبنه الفلاح القريش يا جماعه، برضو نسبه البروتين فيها بتبقى عاليه جدا. زي ما انتوا شايفين هنا كده انا بحط كده، بحاول بس ان انا اكسر كل القشر بتاع البيض كده، بعلي نسبه البروتين للفراخ. الموضوع ده كده بيجيب نتائج معاكي حلوه قوي قوي في اوزان وفي صحه البط او الفراخ. مش مكلفه يعني البط، طبعا كل الناس المربين او الواحده اللي بتربي او حتى لو انت بتشتريهم من بره يعني بتبقى مش مكلفه، بس بتعلي نسبه البروتين في العلف للطيور بتاعتك. زي ما انتوا شايفين كده والله انا عندي بسم الله ما شاء الله اوزان الفراخ. يعني تمسكي الفرخ كده بسم الله ما شاء الله. انا ما وزنتش يعني، بس انا الواضح قدامي. شايفين يا جماعه؟ شايفين صدر الفرخ الله اكبر عامل ازاي؟ ده كده على عمر الشهرين تدبحي منه وانت مرتاحه، تدبحي كده الديوك بمشيئه الله. انا همشي معكم خطوه بخطوه وهوريكم الفراخ بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي. انا بعمل لهم كل يوم بيضه كده على الاكل، والفتره اللي هي طاقه اللي هي بتبقى خلاص وانا هقفل عليهم واحبسهم. بس الجو النهارده زي ما انتوا شايفين كده درجه الحراره عاليه، فمش هينفع احبسهم، هسيبهم مكانهم كده عشان يعني عارفه ان انا ما فيش حاجه هتروح لهم او حاجه خطر هيجي لهم يعني. لكن الايام اللي فاتت طبعا كان الجو برد، وانا عندي البط هنا ده كده بط مولر عمره دلوقتي 4 ايام. شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر الاوزان عامله ازاي. مش هياهم على الديكال اللي هو الدواء الاستقبال اللي انا قلت لكم قبل كده عليه، ولمده 3 ايام، وبفصل 15 يوم وارجع احط لهم تاني لمده 3 ايام سواء كان بط او اي فراخ. لان الديكال زي ما انا قلت لكم كالسيوم واملاح معدنيه وفيه كميه فيتامينات عاليه جدا، فهو استقباله في نفس الوقت بيعمل على رفع مناعه الطائر وبيحسن من الاوزان بتاعه الطيور عندي. حبيت اوريكي ان انا بعلي نسبه البروتين في العلف. انا بستخدم علف يا جماعه، انا بستخدم علف بادي 23 بروتين تركيزه. بستخدم مكة. ما ينفعش يا جماعة تجيبي من البياعين اللي هم كل يوم يجيبوا شكارة شكل. انت بتجيبي من عند حد بتاع اعلاف بيبقى عنده جميع الانواع، بتقولي له انا عايزه علف كذا بيجيبوا. ما ينفعش تشكلي ولا تغيري للطيور بتاعتك. هم مشيتيهم لمده 20 يوم او 21 يوم على العلف اللي هو البادي بتفضلي ماشيه عليه. بتيجي بعد كده تغيري للنامي برضو، بتغيري من نفس نوعيه العلف بتمشي عليها برضو لحد ما تخلصي الدوره معاكي عشان ما يجيلهمش كوكسيديا ولا كوليستيريديا ويتعبوا منك. انت بداتي دوره بنوع علف معين، بتكوني سائله على نوع العلف اللي بيسحب اللي بيطلب كتير. حاجه اكيد الناس اللي بتاخد نوعيه العلف ده مجرباه وعارفه ان نوعيته كويسه وماشيه عليه. روحي عند بتاع الاعلاف واساليه، قولي له النوع الكويس، النوع اللي هم مثلا بيسحب منك وبيتاخد. فهو طبعا حاجه اكيد هيقول لك، لان هو بيبقى عنده جميع الانواع. انت ماشيه على نوع معين وعارفاه ومجرباه، نسبه السموم فيه قليله،
اتبعيه وامشي معاه لحد ما بتنهي الدورة بتاعتك، وان شاء الله هتنهي دورة ناجحة معاكي، وربنا هيرزقك منها ويطعمك منها اخر الدورة بمشيئة الله. اتمنى يا جماعة لو انت مش مشتركة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، ودمتم في حفظ الله.